خليني أبدأ معاكم بسؤال مباشر، أنت عمرك حسيت إنك كنت محتاج لكلمة واحدة بس أو رد فعل مختلف علشان يغير نتيجة موقف كامل؟ يعني موقف في الشغل حصل معاك أو خناقة مع صاحبك أو مع شريك حياتك، ولما رجعت البيت قلت لنفسك ياه يا ريتني ما كنت رديت كده. فاللحظات اللي زي ديت بتبقى هي اللي بتحدد إذا كنت شخص عندك ذكاء عاطفي عالي ولا لأ. والذكاء العاطفي مش إنك ما بتتعصبش أو ما بتغلط، لأ، الذكاء العاطفي هو إنك تفهم نفسك كويس وتفهم اللي حواليك وتعرف إزاي إنك تسيطر على مشاعرك بدل ما مشاعرك هي اللي بتسيطر عليك. وده اللي هنتكلم عنه النهارده، 10 عادات صغيره جدا بس تاثيرهم ضخم على حياتك. رقم واحد، سيب مساحه للصمت وانت بتتكلم. انا عارف ان احنا كبشر ساعات بنخاف من الصمت، بنحس ان هو محرج، علشان كده اي مايك يتساب لازم نملاه بالكلام وخلاص. لكن الحقيقه ان الصمت ولو 3 ثواني بس قبل الرد ده بيخلي عقلك ان هو يفلتر الكلام ويختار الصح. كمان الصمت بيخلي اللي قدامك يحس انك مركز معاه ومش بتفكر في الرد وانت بتسمع. ده غير ان هو بيزود احترامك قدام الناس ويخلي كلامك له وزن وتجله. خليني اقول لك مثال عملي، لما مديرك بيسألك سؤال محرج في اجتماع، استنى ثواني وابتسم وخد نفس وبعدين رد. النتيجة هتدي انطباع انك شخص واثق من نفسه ومش مرتبك. رقم 2، اتوقف قبل ما ترد وانت متنرفز. الغضب زي النار، اول ما يولع لو ملحقتش وطفيته بسرعة هياكل كل حاجة قدامه. فاحنا ساعات بنتكلم واحنا في قمة العصبية ونرجع نندم بعد ما اللسان بيسبق العقل. الحل، خد 3 انفاس عميقه او عد لحد 5 جواك. وخليني اقول لك مثال، في خناقه مع صاحبك وقبل ما ترمي كلمه تجرحه جرب انك تقف ثواني. ساعات السكوت بيكون اقوى من الرد، ولما هتهدى هتلاقي ان ردك بقى اتغير بنسبه 100%. رقم 3، عبر عن مشاعرك بدقه. في فرق كبير جدا ما بين كلمه متوتر وكلمه قلقان. انا متوتر او قلقان ان اتاخر على ميعاد التسليم. الكلمه الادق بتخلي عقلك يوجه نفسه للحل، ولما تقول انا متوتر جسمك كله يحس بالضغط. لكن لما تحدد السبب بتبقى اقرب لحل المشكله بدل ما تغرق فيها. خليني اقول لك مثال، بدل ما تقول لمراتك انا مخنوق قول انا مضغوط شويه في الشغل النهارده ومحتاج ساعه اريح فيها دماغي. رد فعل هيكون مختلف تماما. رقم 4، راقب جسمك باستمرار. الجسم ساعات بيسبق العقل، ممكن تلاقي فكك مشدود وظهرك مقفور نفسك سريع، ده مؤشر انك مضغوط حتى ولو لسه مش مدرك. مجرد انك تفك كتافك كده وتاخد نفس عميق او انك تمدد رجلك شويه لقدام ده بيبعت اشاره لمخك انك اهدى شويه والدنيا تمام. زي مثلا وانت في المكتب قبل ما تكمل شغلك اسال نفسك كتافي مشدوده، طب اخد نفس عميق. النتيجه ان انتاجيتك هتعلى لانك بتشتغل بهدوء مش بضغط. راقب جسمك باستمرار. رقم 5، حط حدود من غير شرح كتير. الناس ساعات بتحاول ان هي تستغل انك شخص لطيف، فلو انت ما عندكش حدود واضحه هتلاقي نفسك بتوافق على كل حاجه. المفتاح هنا انك تقول لا ببساطه من غير بقى ما تشرح في شرح طويل، او انك تقول الطلب دوت مش مناسب ليا دلوقتي، ودي كافيه جدا. وخليني اقول لك مثال، لو صاحبك مثلا بيطلب منك خدمه وانت مرهق قول مش هقدر دلوقتي من غير ما تبدا بقى تحكي قصه طويله، فاللي يحترمك مش هيزعل. رقم 6 وهي غريبه شويه، كن فضولي وقت الخلاف. الخناقات بتولع لما كل طرف بيبقى عايز يثبت ان هو الصح، لكن لو انت بدأت بجملة ساعدني افهم وجهة نظرك الحوار تلاقيه بيتحول من حرب لنقاش في الفضول. وده مش ضعف، بالعكس هو اللي بيخليك تكسب احترام اللي قدامك. فمثلا بدل ما بتقول انت اللي غلطان جرب تقول طب اشرح لي انت شايفها ازاي. فجأة الجو كله هيبقى اهدى. رقم 7، قيم طاقتك قبل ما توافق. المشكلة ان احنا بنقول بسرعة ونكتشف بعدين ان احنا متبهدلين قبل اي التزام. فاسأل نفسك هل انا عندي طاقة؟ هل عندي وقت اعمل ده كويس؟ لو الاجابة لا لازم تكون صريح، لانك لو وافقت من غير طاقة هتضر نفسك وهتضر اللي قدامك. فمثلا لو مديرك طلب منك مهمة اضافية وانت مرهق فممكن تقول انا محتاج اخلص اللي في ايدي الاول وبعدها بقدر اساعدك في المهمة التانية. لكن انك توافق على طول دوت ممكن يخليك انك تبدأ في الحاجة كويس بس للاسف ما تقدرش تستمر لان انت ما عندكش طاقة تاخدك لنهاية الطريق. فما تستعجلش قبل انك توافق على اي حاجة. رقم 8، ما تسعاش للكمال، 85% كفاية. الكمال بيشلك، بتقعد تصلح وتعدل وتراجع لحد ما الحاجة نفسها بدل ما هي ممكن تخلص في يوم ممكن ما تخلصش اصلا. لكن القاعدة الذهبية ان تم انجازه افضل من مثالي لم يكتمل. فمثلا لو انت بتكتب تقرير او مشروع ولما توصل ل 85% جودة قدمه، لان كل دقيقة زيادة ممكن تكون مضيعة وقت مش فارقة كتير. فانك توصل ل 85% صدقني ده كفاية، ومع الوقت ممكن توصل ل 100%. فما تخليش كل اهتمامك انك تسعى للكمال، اسعى بس انك تنجز الحاجة وتقدمها. رقم 9،
اعمل اعادة ضبط لنفسك. الدماغ مش ماكينة شغالة 24 ساعة، محتاج انك تعمل ريستارت، وانك لازم تعمل 3 دقايق فاصل ما بين كل مهمة والتانية، فدي كافية جدا. انك تقوم مثلا وتتحرك وتشرب مية، او حتى انك تبص من الشباك، ده بيخلي عقلك يستعيد تركيزه تاني. فمثلا بدل ما بتشتغل 5 ساعات ورا بعض وتنهار، جرب انك تشتغل ساعة وتاخد بريك صغير، هتنجز اكتر بهدوء. ورقم 10 يا صديقي واخر حاجة، احتفل بالتقدم مش بالنتيجة. المشكلة ان احنا دايما بنستنى النتيجة الكبيرة علشان بقى نفرح ونهيص، وبننسى نحتفل بالخطوات الصغيرة. لكن الحقيقة ان النجاح رحلة، كل خطوة صغيرة فيها تستاهل انك تقدرها. فمثلا لو نفسك تخس 10 كيلو، احتفل بكل كيلو بتنزله. مش لازم يعني تستنى ال10 كيلو كاملة اللي انت خسيتهم بعد كده تحتفل، لا، احتفل بكل تقدم انت خدته، علشان ده اللي يخليك تستمر توصل لنهاية السكة. وفي النهاية بص يا صديقي، العادات ديت مش مجرد نصايح، دي مفاتيح تتحكم بيها في نفسك وفي حياتك. فما تحاولش انك تطبقهم كلهم مرة واحدة، اختار عادة واحدة بس وركز عليها طول الاسبوع. ولو لقيت فرق في حياتك، ودوت اكيد هيحصل، ساعتها ضيف عادة جديدة لحياتك. انا بقى دلوقتي عايز اسمع منك، ايه اكتر عادة حاسس انك محتاج تبدأ بيها؟ فاكتب لي في الكومنتات وخلينا نشجع بعض. ولو كان الفيديو دوت ألهمك، اعمل لايك وشير واشترك في القناة علشان يوصل لك كل حاجة جديدة تساعدك انك تبني نسخة افضل واقوى من نفسك. وفي النهاية ما تنساش انك لو احتجتني في اي حاجة، هتلاقيني سايب لك في وصف الفيديو اللي انت بتسمعه كل لينكات التواصل بتاعتنا. ما تترددش في اي لحظة انك تكلمني، وهتلاقيني برد عليك على طول. واعمل شير للفيديو، ممكن يوصل لحد محتاج ان هو يكتسب عادات جديدة في حياته. سلام.